السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. انا النهاردة معايا وصفة حلوة جدا جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم كلكم. الوصفة عبارة عن طمي مغربي، ماسك جميل جدا جدا جدا. الطمي المغربي ده بيبقى عند العطارين. انت قولوا له بس انا عايزة الطمي المغربي، طمي مغربي. هو بيبقى عبارة عن كده اهو. شايفين؟ انا طبعا دغدغت حبة بايد الهون اهو اهو. شايفين اهو بيتفرك اهوت في الايد. ماشي، تعالوا بقى نقول لكم ايه الطريقه، هيتعمل ازاي وهيتحط ازاي على البشره. انا عايزه اكسره لكم خالص كده عشان لما تيجي تحطيه على بشرتك اهو تفضلي تعملي في كده قوي. ماشي، عشان هناخد ايه معلقه على حسب بقى انت عايزه. بصي، هتحطي على البشره، تحطي على ايدك الاماكن الغامقه. مفيد جدا والله. ومش الطمي المغربي بس، ماء الورد. ماء الورد ده تستعمليه لبشرتك في اي وقت، يعني عشان الشمس، عشان تكوني في البحر. برضو جميل جدا 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 للبشرة، يعني حلو جدا للبشرة الحساسة. وادي الطمي اهوت، هنشوف هنعمله ازاي مع بعض وهنعجنه ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. جيبي طبعا ما تكونيش مثلا بتستعمليه. ماشي، وهاخد منه معلقة كده مثلا عشان لو هتعملي للبشرة وتعملي للرقبة. حاولي على قد ما تاخدي اللي هو اللي انت طحناه في الاول ده، بلاش اللي هو الايه اللي لسه هيتطحن ده هتعمليه بالهون. ما بياخدش ده في ثواني، يعني بيعمل على طول اهو كده اهو. شايفين؟ وبمعلقه البلاستيك او معلقه عاديه انت ما تكونيش محتاجاها اهو. هنحط بقى الماء الورد اهو، ادي معلقه وادي التانية اهو. وهنقلب بقى كده مع بعض قوي لغايه لما يبقى عجينه. يا رب تكون الصوره واضحه قدامكم حبايبي. بصوا، شايفين القوام بتاعه بقى حلو ازاي؟ لو عايزه تكتري ماء الورد كتري عادي اهو. اهو ماء الورد حلو جدا للبشره اهو. انا والله بجيب 2 في الاسبوع ماء الورد ده. هتلاقي ماء ورد برضو عند العطار، بس انا بجيبه بصراحه من الصيدليه. يعني في نوعين في الصيدليه، للاسف انا ملقتش النوع التاني وجبت ديت كانت مش عارفه ب5 ولا ب10. تاني كانت ب15، فقلت اجربها يعني. بصوا حبايبي اهو، طبعا شايفين اهو. هنعمله كده اهو على البشره ونسيبه اهو. شايفين اهو؟ انا طبعا دلوقتي هعمله على بشرتي وهعمله على الرقبه، وهسيبه من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده نشطف وشنا بالميه الدافيه. والله ما قادره اقول لكم على جماله، تفتيح البشره بتاعته جميله ازاي. يا رب كده تكون الصوره ايه قدامكم واضحه حبايبي اهو. اعملوا كده على شكل، بصوا شايفين، على حركه دائريه كده اهو، عشان يشيل لو في مثلا طبقه تكون مثلا في الجلد ولا حاجه اهو اهو. تفضل كده، وبعد كده تسيبيها على بشرتك لمده من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده تروحي فركوه، تفركيه زي ما انت ما بتعمليه كده. ماشي، وبعد كده تروحي غسليه بميه دافيه، وبعد كده تروحي حاطه عليه كريم مرطب. مش قادره اقول لكم على جماله، على يعني ما شاء الله. بينعم البشره ازاي، وفوائده للبشره، بيفتح البشره. جميل جدا 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 يا جماعه، احلى ماسك والله. جربوه، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب حبايبي. وما تنسونيش بقى في دعوه حلوه منكم. انا كل والله لما اعرف معلومه انا بصوا، انا من فتره وانا شغاله عليه يعني. انا يعني على طول استعمالي ده الماسك الوحيد اللي انا بحبه بصراحه.
يعني انا جربت ماسكات كتيره كتيره فما ما جابتش. بصوا ما شاء الله نشف اهو، يعني بصوا وانا بكلمكم اهو بقول لكم اهو نشف والله. يعني كمان لو انتوا كمان عشان احنا في الحر فهينشف بسرعه اهو. يعني ممكن كمان ما يقعدش تلت ساعة او الربع ساعة، ممكن 10 دقايق بالظبط، وبصوا تلاقوه ما شاء الله بقى كويس. وجربوه، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب حبايبي، ما تنسونيش بقى ادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. ماشي يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.